من الفلسطينيين أنفسهم. كانت هذه إجابة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على سؤال برلماني حول التسريبات التي تحدثت مؤخرا عن مقايضة يجري التحضير لها وتقضي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل مقابل اعتراف أمريكي بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية. تسريبات أثارت عاصفة من الجدل في المغرب بين مؤيد لإبداء المصلحة الوطنية العليا على القضية الفلسطينية وبين من رأى في الخطوة إن تمت خطأ فادحا للدبلوماسية المغربية. فنطرح إذا نحن هذا السؤال. أولا، هل أقنعتك إجابة وزير الخارجية المغربي أمام السؤال البرلماني؟ مساء الخير سيدة دنيا. هذه إشكالية تطبيع العلاقات مع إسرائيل سواء كانت في المغرب أو في دول أخرى تبقى من إحدى الطابوهات في علم العلوم السياسية عند العقلية العربية التي الكل يدري أنها تتحاور وتدخل في مفاوضات سرية مع إسرائيل في صالونات سويسرا وجنيف وباريس إلى غير ذلك. ولكن بالرجوع إلى سؤالكم فيما يتعلق بالمغرب، أعتقد أنه هناك رسميا أن الوزير لم ينطق بهذا، ولكن الكل يعرف أن المغرب هو دولة له مصالح وله قراءة مختلفة للتنظيم الجيوسياسي في العالم العربي، وأيضا له علاقة خاصة مع مفهوم اليهود. فالمغرب كما تعرفين أن له أكثر من 800 ألف مغربي يحملون جواز السفر المزدوج المغربي والإسرائيلي، وأن هناك 5000 من المغاربة المسلمين يشتغلون في إسرائيل في الزخرفة وكذلك. ثم أن هناك علاقات تنظيم استخباراتي استعلاماتي أمني تنسيق مهم بين إسرائيل. نفهم من كلامك سيد يوسف أن التطبيع موجود فعلا بطريقة أو بأخرى، هو بطريقة غير رسمية إن صح التعبير. يعني وهذا هو الإشكال، أننا في منزلة بين المنزلتين، لا تطبيع رسمي ولا عدم. ربما الدولة الوحيدة أعتقد في نظري هي الجزائر التي لها موقف واضح اتجاه إسرائيل، لا تطبيع ولا علاقات إلى غير ذلك. أما المغرب فأعتقد أنه إذا وضع في ميزان مصالحه الحيوية وقضيته الكبرى وهي قضية مغربية الصحراء، وإذا كان فعلا هذا الديل، يعني هذا الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة والأمريكية قد سيقضي فعلا بإعلان. يعني أنت هذا ما فهمته من كلام بوريطة عندما قال لا تكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. نفهم بأن الدبلوماسية المغربية تتبنى مبدأ أن المصلحة الوطنية العليا هي أهم من أي مصالح أخرى. لأن من رأيي الشخصي هذا منطقي، لأن وزير أو مسؤول يدافع أولا على بلده. فلا ننسى بأن المغرب قد دافع في كثير من اللحظات الحرجة عن القضية الفلسطينية. مفاوضات أوسلو سبقت في المغرب، معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل اتفقت في المغرب دائما يشتغل بهذه الدبلوماسية السرية والخفاء للنجاعة. أما فيما يتعلق بمصالحه فهو ليس هناك أي خطأ لا أخلاقي ولا سياسي ولا استراتيجي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما دامت هناك بعض الخطوط الحمراء، وهي أولا إعادة النظر في وضع القانوني لمدينة القدس. النقطة الثانية هو أن الشعب المغربي يدعم الشعب الفلسطيني، ولكن هذا لا يمنعه عن المغرب أيضا أن يبحثوا عن مصالح خاصة في غياب أفق العربي أو أفق المغاربي. لكن هذا الموضوع حتى داخل المغرب يثير كثير من الجدل سيد يوسف شهاب، لأن المغاربة لهم علاقة يعني مهلوسة مع هذه القضية. الكل يتكلم عن القضية الفلسطينية، ولكن ماذا فعل العرب للفلسطينيين؟ الكل استعمل القضية الفلسطينية. هل يمكن أن للاستهلاك تذهب الدبلوماسية المغربية عكس تيار المشاعر الشعبية؟ الدبلوماسي ومسؤول، والسياسة لا تنتج في الشارع، تنتج في الوزارات وتنتج بناس مسؤولين عن مصير دولة، وليس في الجرائد الصفراء أو في الشوارع أو في المقاهي، ولكن في ناس لهم مسؤولية يقرؤون العالم بمعايير مضبوطة ومحدودة. ناخذ رأي سيد زين العابدين في هذا المجال. يعني نبدو أمام صراع بين مدرستين في العلاقات الدولية، الواقعية والمثالية. الواقعية تقول على الدولة أن تراعي مصالحها الوطنية أولا، والمثالية يعني هناك طبعا يعني هذا الدفاع عن القضية الفلسطينية. كيف تنظر أنت إلى ما يتم في المغرب حاليا؟ أنا أعتقد أن عندنا نفاق سياسي على مستوى الدول وعلى مستوى الشعوب. على مستوى الشعوب شيء من الغباء
لأنه احنا نعرف أنه جل الدول العربية، نقول جل الدول العربية عندها علاقات مع إسرائيل. الدول، لا نحكي على الشعوب. احنا في تونس مثلا عندنا وزير يهودي تونسي يترأس وزارته، لكن رئيس الدولة يريد أن يجرم التطبيع مع يعتبرها إسرائيل. خيانة عظمى. فهذا لا يتحدث حتى بالنسبة عن لي التطبيع، هو خيانة عظمى، لكن فقط لأنك تطرقت إلى كلمة معينة، وهذه الكلمة استخدمها أيضا السيد يوسف شهاب. تحدثت عن اليهود المغاربة وتحدثت عن وزير يهودي. هناك يعني اختلاف، وهذا معروف في المفهوم، بين اليهود ودولة إسرائيل. دولة إسرائيل بما تمثله، لكن اليهود المغاربة أو التونسيين يبقون جزءا من هذا النسيج. لكن احنا لا ننسى بالنسبة للمغرب، بما أنه نحكي عن المغرب، أن المغرب من عام 75 منظمة المؤتمر الإسلامي قررت أنها تكون هي الراعي الأول والأساسي للقدس، وأنه ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس ومقرها في الرباط. طيب، ألا يتعارض هذا مع هذه الخطوة المتوجهة نحو تطبيع؟ لماذا اختير المغرب؟ لأنه عنده جالية يهودية إسرائيلية معترف بها، والمغرب هو البلد الوحيد الذي لا يفرط في شعب في العالم العربي. أنا إذا كان مثلا مغربي طلب الجنسية الفرنسية أو الجنسية الهولندية مثلا، في هولندا يفرض على المغربي أن يسحب جنسيته الأصلية، يسحبها ليتحصل على الباسبورت الأجنبي، وفي نفس الأسبوع تقرر الدولة المغربية منحه الباسبور المغربي. يعني أنه العلاقة مع اليهود اللي هما جزء منهم أصبحوا إسرائيليين، هذا في المغرب تاريخي. هذا تاريخي، معناه احنا ما نقدرش نتعامل هذا كلام جميل، لكن هل يبرر كل هذا الانصياع؟ وأطرح سؤال على السيد فيصل، هل يبرر كل هذا الانصياع وراء صفقة مثل هذه؟ أظن أنه تحدثت عن مدرستين، الواقعية والمثالية في العلوم السياسية. على كل القرار العربي ضاع بين الواقعية والمثالية، وضيع مصير أو مصائر أو قضايا الأمة العربية والإسلامية برمتها. لأنه إذا أخذنا التسريب الذي تداولته الوسائل الإعلام والذي كان نقلا عن موقع أكسيوس الأمريكي، نعم، والكاتب من قناة 13 الصهيونية، أين يتحدث عن مقايضة بين الحديث بين الوسطاء. من بين الوسطاء هناك رجل أعمال مغربي من أصول يهودية، الذي قام بعمل الوساطة بين السلطات المغربية وكابينة نتنياهو، أين يتحدث أن هناك إذا ما تم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني فسيتم بدون شك الضغط على الإدارة الأمريكية الحالية مع دونالد ترامب. ونحن نعلم أنه لدى دونالد ترامب لا يوجد هناك حدود في السياسة الدولية خاصة، فيضغط على الإدارة الأمريكية لأن تعترف بمغربية الصحراء الغربية. ونحن نعلم أن الصحراء الغربية لحد الآن قضية شائكة، و هي سي لا بون دو ديسكورد، يعني هي الفتنة التي دائما مشتعلة بين الجارين الجزائر والمغرب. وأيضا الجزائر تتجه بكل جهودها لحل قضية في إطار مؤسسات وهيئة الأمم المتحدة، ولكن المغرب هذا ليس رأي المغرب على كل حال. نعم، المغرب لا يعتبر الجزائر طرفا. نعم أكيد، فقط يعني حتى نكون، ولكن المغرب لا يرى الأمر من هذا الشكل، وبالتالي يريد أن يقايض التطبيع لأنه يعلم حساسية هذه القضية بالنسبة للمغرب. وهذه النقطة الأهم. هناك من يقول، عفوا السيد زين العابدين حمد، أطرح هذا السؤال على السيد يوسف شهاب. أنا طرحت هذه القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك الكثير من المغاربة ممن أجابوا: هل يحتاج المغرب للانصياع وراء هذه المقايضة،